بتعمل ايه يا دكتور؟ ذاكر ذاكر ايه؟ بتذاكر ثانوية عامة تاني؟ يا ابني مش كنت ثانوية عامة 2024؟ انت بتذاكر انجليزي كمان. يا عم ده المادة دي انت قفلتها اصلا ثانوية عامة 2024 انت 50 من 50. بتعمل ايه يا صاحبي؟ وايه كمان؟ وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا اللهم آمين. بص يا صديقي، الفيديو ده بإذن الله هيكون يعني نقطة تحول ليك في الإنجليزي، وبإذن الله هيكون سبب من الأسباب، مش هقول لك إن أنت تقفل الإنجليزي بعد الفيديو ده، ولكن هيكون سبب من الأسباب إنك تجيب الدرجة النهائية بإذن الله في امتحان آخر السنة في اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2025. اللي ما يعرفنيش أنا محمد حسن، ثانوية عامة 2024، والحمد لله قفلنا الإنجليزي. طب بإذن الله أنا كنت منزل أول ما عملت القناة لقيت كمية كومنتات. أنا أصلا ما بعرفش أحل الإنجليزي، أنا أصلا باجي أحل السؤال مش عارف أترجمه، أنا أصلا عندي مشكلة في الجرامر، أنا أصلا ما بدأتش خالص. طب نزلت فيديوهين وللأسف برضو المشكلة لسه موجودة عندكم، فأنا قلت خلاص ما بديهاش، نعمل بإذن الله مع بعض، نشرح مع بعض، نوصل المعلومة بطريقة سهلة وسلسة. فقلت ليه لأ نشرح الإنجليزي. هنشرح الإنجليزي بإذن الله، هنزله على اليوتيوب هنا مجانا، يبقى 3 أيام في الأسبوع، وهنحدد مع بعض على جروب التليجرام اللي هتلاقي باذن الله الرابط بتاعه في وصف الفيديو ده. طب الفيديو ده او الكورس ده لمين؟ الكورس ده لفئتين. الفئه الاولى اللي هي الفئه المراكمه، اللي انت اصلا بدات لسه بادئ دلوقتي، لسه هتبدا دلوقتي، اللي انت بادئ تقريبا من الوحده السابعه اللي هو الترم الثاني بالنسبه لكم. طب الوحده الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه مين هيلمهم معاك؟ انا هلمهم معاك، انا يا صديقي. انت بدات وحاولت وفشلت، انا بقى جاي المره دي هقول لك يلا يا صديقي ما عندناش وقت، هلم لك من الوحده الاولى للوحده السادسه، هخليك احسن من اللي بدا من اول السنه. طب ازاي ده يا صديقي؟ لازم هتعمل جدول معاه كده ولازم الالتزام، لازم الالتزام. اول حاجه في الالتزام لازم تعمل لي اشتراك دلوقتي في القناه. طب هتقول لي ليه؟ عشان اول ما انزل كورس مش عايز يعديك يعني فيديو، عايزين باذن الله هندرس الوحده السادسه يبقى كذا وكذا وكذا. المشتركين باذن الله على القناه اللي هم واقعين او مراكمين يكونوا شايفين الفيديو ده في ميعاده. تمام. طب انا هقول لك ايه، او انا بص انا هديله الخلاصه ومش هسيب لك برضو تفصيل. بمعنى انا والله انت لو شفت الكتب اللي قدامي انا جبت لك كتاب اولى وثانيه وثالثه، حاولت هلم لك كل التريكات اللي موجوده في جميع الكتب، تمام، وهديها لك. انا دخلت ثانويه عامه الامتحان وعارف ايه اللي بيجي وبيركز على ايه، فده اللي انا هديه لك ومش هنرغي كتير. تمام. طب الفئه الثانيه، احنا قلنا الفئه الاولى الفئه المراكمه، طب الفئه الثانيه اللي هي اصلا بادئه المنهج و100 والحمد لله في الوحده السابعه دلوقتي ومش مراكمه اي حاجه. طب انت يا صديقي اكيد انت نسيت. طب انا مهمتي ايه بقى؟ مهمتي باذن الله في نص ساعه في 3 ايام، يعني بمجرد ساعه ونص في الاسبوع باذن الله هخليك تفتكر الانجليزي. هتفتكر الانجليزي مش بمجهود، هتقعد باذن الله في اخر اليوم كده قبل ما تنام تسمع الفيديو وانت تشرب القهوه بتاعتك او تشرب المشروب بتاعك بس. فباذن الله هتلم الانجليزي، هخليك باذن الله. بس يعني وسبب من الاسباب انك باذن الله تطلع من الفيديو ده بعد لمده شهر قدام ندخل باذن الله امتحان ثانويه عامه 2025، تكون حاطط الانجليزي كده في جيبك مش خايف وداخل باذن الله. انا هقفله عشان عملت اللي عليا. تمام يا صديقي. وبرده من اهم الحاجات اللي هتخليك تقفل الانجليزي او تقفل اي ماده الا وهي يا صديقي تقرب من ربنا. فربنا بيقول في كتابه الكريم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. انا عايزك يا صديقي تجيب سباحه زي دي كده وانت رايح الدرس تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله. والله العظيم الذكر ده يعني بينجيك حرفيا. باذن الله هنعمل فيديو تاني عن ازاي تقفل الشوامل بتاع المدرسين. تمام. وعايزك تعمل برضه حصاله والحوار ده كله باذن الله هيكون في الفيديو الجاي. طب عايزك تتقرب من ربنا في الوقت ده، عايزك تتقي الله وتاخدها كده بالبنط العريض كده. دي من تأليفي انا. ليس العبره بمن سبق ولكن العبره بمن لحق وصدق.
هكذا قلت انا. فيا صديقي تبدا من دلوقتي بدايه جد، مفيهاش دلع، مفيش مرقعه حرفيا، وربنا يوفقنا ويوفقكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.